فوز ريال مدريد بالخمسة والصدارة في دوري الأبطال وكيليان امبابي سجل هاتريك، ولكن بعد المباراة مبابي كان جدا غاضب ووجه كلام جدا قوي لألونسو واللاعبين. فقال مبابي: رغم الانتصار لا يجب أن ننسى ما حصل بالديربي، لا يجب أن ننسى هذه الليلة أبدا لنكون أفضل ولا نمر بمثلها مرة أخرى. فصدقا يمكن هذا أكثر شيء بيحتاجه ريال مدريد بالوقت الحالي. فأنا مش بحاجة فقط لتكتيك واللاعب يقدم لي أفضل مستوى فردي، لا، أنا بحاجة إنه اللاعب يلعب بروح. 99% من بطولات ريال مدريد أتت بشخصية الفريق. ممكن يكون الخصم ضعيف، ولكن على الأقل اللاعبين شعروا بمسؤولية وقدموا اعتذار يليق بجمهور ريال مدريد. معظم اللاعبين اليوم ما احتفلوا حتى بأهدافهم. فمثلا كامافينجا هذا أول هدف في مسيرته في دوري الأبطال وما احتفل. براهيم دياز هذا أول هدف له في الموسم وما احتفل. النقد كان جدا مبالغ فيه بعد خسارة الديربي. نعم، مباراة كارثية من اللاعبين ومن المدرب، ولكن هذا لا يعني إنه ريال مدريد ما قدم مستوى ممتاز من بداية الموسم لحد الآن وما تطور، ولسه الفريق تحت طور البناء. خسارة الديربي لا تنسينا انه ريال مدريد قدم مباريات ممتازة امام فرق قوية حرفيا وتفوق عليها اداء ونتيجة. طب هل الفوز امام كايرات بالخمسة يعني خلص ريال مدريد عاد؟ اكيد لا. ريال مدريد عودته الحقيقية بتكون امام فريق قوي مثل برشلونة، ليفربول، السيتي، ولكن من دون شك هو انتصار جدا مهم معنويا. مباراة كشفت بعض الامور لتشابي الونسو وخلته يصحح بعض من اخطائه في الديربي.